تفاصيل مثيرة ومفاجأة كبيرة في أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب في مدينة الدقهلية. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. خلال الساعات اللي فاتت كانت أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب في مدينة الدقهلية، الجريمة البشعة اللي الناس كلها كانت بتتابعها. النهاردة محامي المتهم فجر مفاجأة لما تنحى عن القضية، وقال ان هو وافق على القضية بعد ما أسرة المتهم قالوا ان ابنهم مدرس الفيزياء المتهم عنده مرض اسمه القمار القهري. المحامي بيقول ان هو عمل سيرش عن المرض وسأل عدد كبير من دكاترة الطب النفسي اللي قالوا له في مرض اسمه القمار القهري، لكن لا يؤثر على عقلية الشخص وكمان لا يؤثر على تصرفاته وإدراكه. وقتها المحامي قرر ان هو يتنحى عن القضية ورفض انه يترافع عن المتهم بقتل الطالب إيهاب. كمان في أولى جلسات